يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الهنا. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الطاجن العظمة ده، طاجن مكرونة بالفراخ والفلفل الألوان. جربيه بالطريقة دي واستحالة أتحداكي هتشتريه من بره تاني، خاصة ان تمنه بره وصل 40 جنيه، وطبعا مفيهوش ربع كمية الفراخ زي اللي عاملاه في البيت. بنص كيلو بانيه عملت 4 طواجن، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كبار جدا. نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. في طاسة على النار حطيت معلقة سمنة وشوية زيت سخنوا جدا، نزلت بالبانيه. انا ده نص كيلو زي ما قلتلكم، مقطعاه صغير بالشكل ده. يا دوبك يدبل البانيه معايا كده على النار، لونه يتغير، هننزل بالتوابل اللي هي عبارة عن فلفل اسود، بهارات، فراخ، بابريكا، وشوية كاري. الملح مش هحطه دلوقتي طبعا عشان الفراخ تستوي معايا كويس. هنقلب كويس لغاية ما اشم ريحة البهارات الحلوة اللي انا حطيتها دي، والفراخ تستوي شوية بالشكل ده. وبعدين هنزل ببصلاية كبيرة انا مقطعاها قطع كبيرة مش صغيرة زي ما انتوا شايفين، وهقلب شوية برضو لغاية ما البصلة تدبل معايا. وبعدين هنزل بشوية فلفل ألوان، أخضر أصفر أحمر، وطماطماية صغيرة. ما عندكيش فلفل ألوان تقدري تحطي فلفل أخضر عادي رومي أو حامي زي ما تحبي. أنا حطيت فلفل ألوان وحطيت طماطماية صغيرة وقلبت كويس. وبعدين هنا هضيف الملح لأن الفراخ تقريبا خلاص استوت معايا، وهقلب وهوطي النار واغطيها كل الفراخ بالخضار يكملوا سوا مع بعض. يعني اقل من 5 دقايق ويكون الفراخ جاهزة معايا. هي كده خلاص تمام جاهزة معايا. بعد كده هنعمل مع بعض الصلصة اللي هنحطها في الطواجن. معلقة توم صغيرة في حبة زيت او سمنة، التومة بس لونها يتغير كده. هننزل عليها بعصير الطماطم. انا عاملة هنا حوالي كيلو الا ربع طماطم ضربها في الخلاط. بعدين هنضيف لها معلقة سكر ونقلب شوية. وبعدين نضيف الملح والفلفل الاسود وشوية كزبرة ناشفة، ونقلب ونسيبها تغلي كام غلوة كده، ما تتسبكش قوي طبعا زي تسبيكة الخضار او الطبيخ. وبعدين هنضيف لها طبعا قبل ما نسيبها نغطيها ونسيبها تتسبك معلقة صلصة طماطم، بتدي طعم حلو قوي، بتدي لون احمر حلو قوي للطواجن. هنغطيها ونسيبها لغاية ما تتسبك نص تسبيكة بالشكل ده، مش عايزاها تقيلة قوي معايا. وبعدين هنضيف لها حوالي معلقتين خل وكوباية مية عادية، وبس على كده الصلصة بتاعتنا جاهزة. دي الطواجن اللي هعمل فيها المكرونة. انا بدهنها بزيت كده عشان المكرونة ما تلزقش فيها. هوزع الخليط بتاع الفراخ او البانيه معايا كده على الطواجن كلها. طبعا انا حاطه كميه حلوه قوي استحاله هتلاقيها بره في المحلات. ودي مكرونه قلم، انا بعملها بمكرونه قلم، بحطها من الكيس على طول نيه. حطيتها في الطواجن بالشكل ده ومش بملأ الطاجن لاخره، بعمل حساب طبعا ان المكرونه هتعلى معايا وممكن حجمها يزيد، تبقى اقل من الطاجن حاجه بسيطه. وهحط الصلصه قبل اخر الطاجن بحاجه بسيطه، يعني ما تبقاش الصلصه ما تبقاش مغرقه المكرونه. قبل نهايه الطاجن كده هحط صلصه بالشكل ده. وبعدين على كل طاجن هحط ربع كوبايه ميه عاديه مش مغليه. وهغلف الطواجن كويس بورق الفويل
زي ما قلت لكم انا عملت 4 طواجن ما شاء الله، حجمهم كبير مش صغير، ودخلتهم الفرن. خد معايا بالظبط في الفرن 45 دقيقة، يعني ساعة الا ربع. انا طلعت كده من الفرن بعد طبعا ما شميت الريحة وكشفت على واحد كده لقيته استوى، فعرفت ان كله استوى لان انا مدخلاه كله مع بعضه. وطبعا نحاسب جدا واحنا بنرفع الفويل ده لان بيبقى درجة الحرارة عالية جدا، ممكن نتلسع. شايفين هنا المكرونة انا بوريكم انها مستوية حلو جدا، مش ناشفة ولا حاجة ولا نية، بالعكس. كل الطواجن طلعت معايا بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله، كلها طرية، المكرونة مستوية وطعمها بجد كان رائع. الفلفل الالوان بالتتبيلة اللي انا عملتها حلوة قوي قوي، ومدية طعم وريحة فظيعة للطاجن. هنا انا حبيت اوريكم قد ايه المكرونة طالعة مستوية وطرية، لان فعلا في ناس بتقلق قوي ان المكرونة تتحط نية، بتعتقد انها مش هتستوي. بس انا المشكلة هنا ان انا زودت المكرونة شوية، لو هنعملها نقلل كمية المكرونة في الطاجن شوية. هنا انا بخلص كده المكرونة من الحروف بتاعة الطاجن عشان تنزل بسهولة، وقلبنا مع بعض طاجن كده بالشكل ده. شايفين طبعا بسم الله ما شاء الله الجمال والحلاوة والطعامة، يعني حاجة في منتهى الطعامة وفي منتهى الجمال بجد. لازم تجربيه بالطريقة دي. والفلفل الالوان فعلا بيفرق قوي. وعايزه اقولك لو انت عايزاها سبايسي ممكن تحطي نص قرن فلفل حامي، او تحطي شويه شطه في الصلصه زي ما تحبي. خلصت وصفتنا، اتمنى تكون عجبتكم وتجربوها بالطريقه دي، بجد بجد هتدعولي جدا. واستنوني في وصفات جديده من مطبخ ام الدنيا.